السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ليديليس فضيلة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الوصفة تاعنا تاع اليوم هي عبارة عن حلوى او كاطو. هذا الكاطو يجي غير بالعسل والحلوة الترك، البنة تاعو ولا اروع. وهنايا كل وحده عندها اختيار تاعها، تبغي تعوض الكاوكاو بالجوز او دير الجوز. كل واحد اختيار تاعها وحسب الامكانيات تاعها. هذه وصفه بنينه بزاف وتجي ولا اروع، وراكم تشوفوا المنظر شاهي وراقيه. نفوتوا مع بعض المقادير. بالنسبه للمقادير عندنا 250 غرام مارغرين، 5 ملاعق زيت، 5 ملاعق عسل، 5 ملاعق حلوه الترك، 5 ملاعق فول سوداني او كاوكاو او جوز بالطبع يكون محمص ومطحون، وعندنا خميره فوريه 5 غرامات، فرينه للعجن. فرينه هنايا الكميه والمقدار ما نقدرش نعطيه لكم اكزاكت، كل وحده على حساب الفرينه او النوعيه تاع الفرينه اللي عندها. نمروا مع بعض طريقه التحضير. هنايا نجيبوا في صحن كبير ولا في باسينه ولا كل وحده في جفنه ولا فوالا. نحطوا هذيك 250 غرام تاعنا تاع الزبده، وبالطبع تكون طريه. نزيدوا عليها 5 ملاعق زيت، ونضيفوا عليها 5 ملاعق عسل. العسل هنايا عوضنا السكر. وهنايا ما يبغوش الحلاوه بزاف، تبغي الاخت تنقصي العسل تنقصي. هي الوصفه الاصليه فيها 5 ملاعق عفوا. وفوالا هكا انا درت 5 ملاعق عسل ودرت الحلوى الترك وما جانيش مسكر. وسيوه جربوه وتشوفوا الفرق. هنايا العسل قلت لكم يعوض لنا السكر. نخلطوا جميع المكونات تاعنا، العسل والزبده والزيت كما راكم تلاحظوا. هنايا تبغي الاخت تستعمل الباتر تستعمل، كل وحده واختيار تاعها، وما كاش مشكل تقدروا غير بالافوي وغير بيديكم وانتم خلطوا كما راكم تلاحظوا امامكم. نحاولوا نذوبوا شويه ديك الزبده مع العسل والزيت. هنايا نبدا نضيف في الحلوى الترك، الملعقه تكون مملوءه. نضيفوا هنايا 5 ملاعق بنة حلوى الترك. هنايا تعطينا بنة ولا اروع في البسكوي تاعنا ولا في الكاطو تاعنا. هنايا ضفت 5 ملاعق كاوكاو محمص ومهرمش. تبغي الاخت هنايا تعوضوا بالجوز، الجوز تاني يجي ولا اروع. انا درت هنايا كاوكاو عادي حمصته ومطحون او مهرمش. ونخلطوا كاع هذوك المكونات تاعنا مع بعضها البعض مع ديك الزبده. هنايا بالنسبه الخميره او خميره فوريه، هنايا نديرو غير 5 غرامات ما يعادل ملعقه صغيره. ونزيدو هنايا ملعقه فانيليا او اي عطر منكه عندكم عفوا، يكون عندكم كراميل ولا فاني ولا كما وحده وكيف واش عندها في الدار. انا اكتفيت هنا غير بلافاني. ونبداو نضيفو هنايا الفرينه. فرينه كما قلت لكم كل وحده والنوعيه اللي عندها، كل وحده وعينها ميزانها. نبداو نضيفو هنايا في الفرينه غير بشويه بشويه كما راكم تلاحظوا. ما نضيفوهاش على ضربه واحده بالنسبه للمبتدئات، نضيفو غير بشويه. وميم طو انا نخدمو باليد، من الاحسن باليد كما راكم تلاحظوا هنايا. نبدا نضيف هنايا كما قلت لكم الفرينه حتى نتحصل على عجينه طريه متماسكه كما راكم تلاحظوا امامكم. ما تيبسوهاش بزاف وما تخلوهاش تلصق بزاف. فوالا هنايا نغطوها بكيس بلاستيكي وخلوها على تجيه لو طون لين نوجدوا سطح العمل تاعنا. فوالا انا ديت كميه من العجين حطيتها هنايا بين فوق سطح العمل. وبالطبع كما راكم تلاحظوا هنا استعملت بابي كويسون، هنا يساعدني بزاف هنا في الخدمه ويخليني ما يخلينيش نستعمل فرينه بزاف باش ما تنشفليش العجينه. سيوها وجربوها وردوا لي الراي تاعكم في الكومونتير. هذه طريقه سهله وبسيطه
وما توسخوش بزاف وما ديروش الفرينه بزاف وكاع. فوالا كما راكم تلاحظوا هنايا درت السمك تاعو بين 7 حتى 8 ملم. فوالا هنايا الطابع استعملت طابع هذا مثلث، كل وحده الاختيار تاعنا في الطابع. انا درت هذا وغادي تشوفوا معنا في الاخر النتيجه كيف جا. فوالا نقطع كاع بهذاك البورت بياس تاعي مثلث كما راكم تلاحظوا. ما نخلوهاش العجينه غليظه بزاف وما نخلوهاش رقيقه بزاف. فوالا نحطهم هنايا في صينيه اللي ندخلوها للفرن، وبالطبع يكون الفرن تاعنا مسخنينه مسبقا. ومده الطهي كل وحده والفرن تاعها بالطبع بين 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. ليسونسيال ما تخلوش ينحرق بزاف، كي يدخلوا طيب نحوه. فوالا كما تلاحظوا امامكم هنايا شويه فات له الطياب، غير شويه ماشي بزاف، جا شويه محمر كما راكم تلاحظوا. هنا نخلوه بجيه يبرد ونكمل كاع الكميه اللي عندي والعجينه اللي عندي نطيبها كما راكم تلاحظوا. هنايا تحصلت على هذه الكميه. هنا نبدا نلصق. نلصق كاع الكميه اللي راهي عندي بنفس الطريقه كما راكم تلاحظوا، طريقه تقليديه. نكمل كاع الكميه اللي راهي عندي ونولوا مع بعض. نوريكم كريمه اللي نستعملها في الكلاصاج. بالنسبه للكريمه واللي نديكوري بها من الفوق، هنا استعملت الكونفيتور تاع المشماش كما قلت لكم، كما اللي لصقنا بها في الاول. وهنايا نضيف له حلوه الترك. حلوه الترك مع الكونفيتور تعطي البنه ولا اروع. ما غاديش تجيكم حلوه بزاف، جربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله. هنايا نضيف كميه لا باس بها على حساب لا كونفيتور كما راكم تلاحظوا. ما تنشفوهاش بزاف باه نقدروا نطلو بها الكاطو تاعنا كما راكم تلاحظوا. نحاولوا نحلوا مليح هذيك الحلوه الترك في لا كونفيتور. فوالا هنايا هذه الخلطه نطلي بها الكاطو تاعنا اللي لصقناه حبه فوق حبه، ونزيدوا نديروا لها نزيدوا هذيك الحبه اللي طليناها بهذه الخلطه، نديروا هذيك الحبه تاع الكاطو في الكاوكاو محمص ومهرمش. تبغوا تعوضوا كما قلت لكم بالجوز كما راكم تلاحظوا امامكم. هنايا طريقه سهله، وبدلوا شويه ما نلصقوش غير من نرمدوش الكاطو تاعنا التقليدي خاصه الصابلي غير بلا كونفيتور. نبدلوا شويه بالذوق الحلوه الترك يجي بنين بزاف، وجربوها ان شاء الله تعجبكم. كما راكم تلاحظوا هنا امامكم الكاوكاو انا عندنا راه محمص ومهرمش، ماهوش مطحون بزاف، خلوه شويه هكا خشين. فوالا كما راكم تلاحظوا نكمل كاع هذيك الكميه اللي راهي عندي بنفس الطريقه. نتلاقاو ان شاء الله في تزيين المرحله الاخيره. بالنسبه للتزيين هنايا درت شويه ناباج ودرت شويه عسل وحطيت الجوز. هنايا تقدروا تعوضوا بالكاوكاو ولا كل واحد واختيار تاعها. انا هنايا تزيين درتو بالجوز. هذاك الجوز قلت لكم درتو شويه ناباج وشويه عسل ونحطوه فوق كل حبه تاع الكاطو تاعنا كما راكم تلاحظوا. وهنايا درت هذيك لي فخوي هذوك سك كما راكم تلاحظوا. هنا كما قلت لكم كل وحده حره في التزيين، كل وحده لها اختيار. هنايا كل وحده له الشوا تاعها.
وراكم تلاحظوا دائما في الوصفات تاعي نعطيكم اللمسه تاعي الخاصه في التزيين، ونخلي لكم الشوا عندكم نتوما على حساب واش عندكم في الدار، وكل وحده تبدع من عندها. هذه هي الوصفه تاعي، ان شاء الله تكون اليوم عجبتكم. الكاطو هذا يجي بنين بنين بزاف بزاف. نبدلو شويه، ما نخلوش غير صابلي سيك وصابلي سامبليتو، نبدلو شويه. راكم تلاحظوا امامكم هنايا حطيتهم في لي كيسات، ونخلوه على جيه ونتقهووا به. ان شاء الله ينال اعجابكم. هذه الوصفه درتها للعيد، للعيد ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها. بالرغم اني حطيت الوصفه شويه روطار، ولكن كاين الاخوات اللي يقدروا يديروا الكاطو من بعد، عندهم مناسبات او حفل زواج او خطوبه، ديريها تشرف. وهذا الكاطو راقي ويجي بنين بزاف بزاف بزاف. بالرغم انه التصوير ماش يبان على حقيقه تاعو، التصوير هنا نصور غير بالتليفون، ماهوش كاميرا بروفيسيونيل، وبالرغم من ذلك راهي تبان الصورة لا بأس بها. إن شاء الله تنال إعجابكم. وهو في الأساس الوصفة هي اللي عليها الشيء. فوالا كما راكم تلاحظوا هنا درت لمسة أخيرة ورقة ذهبية تعطي لمسة كذلك راقية للكاطو تاعنا. هذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم. ووصفة راهي مقادير تاعها موجودة في كل بيت، ما هيش مكلفة، وان شاء الله جربوها. وما تنساوش تكتبوا لي الراي تاعكم عفوا في الكومنتير، تبارطاجوا الوصفه مع احبابكم وحباباتكم. ما همش عندي بزاف لي زابوني، ان شاء الله دعموني وتنال اعجابكم هذه الوصفه تاعنا تاع اليوم، والى وصفه اخرى ان شاء الله.